لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1410 لەوانەی کاین تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەم بەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والله بەڕێزان باز لە خەڵقی ئینسان دەکا مناسبة آتش لقل أوي بيشترك أبي حيان دله لما نبه تعالى على منتهى الخلق لا آت كان بيشتر خير أجداري كردنا بوي كوا منتهى وكوتاي أو خلقه كتسيا وهو الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه كديان جيني ديان مريني باشان زنديان دكاتو حشريان دكاو باشان مستقر يعني لبهاش يعني لجهنم لا بيشتر أماجي بيدا نبههم على مبدأ أصلهم آدم نزالير دا سنز مرات شيشي لبو أصل إيمة كوا باب آدم عليه الصلاة والسلام وما جرى لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى يترباز له بداية خلق باب من آدم ذكر عليه الصلاة والسلام باشان أوي كوا أو قفتقويا أو فرماني خواهي قول سبحانه وتعالى دوا خلق آدم فرمان كردني بملائكة سوزدا بردني رزننا لبو آدم لازم وانش كموقف إبليس تدبي ومصير تسار نوسي تدبي. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا آدم ولقد خلقنا الإنسان طبعا دير داباز لباسي آدم عليه الصلاة والسلام كوا أصل إنسان من صلصال تيا من طين قد اشتد يبسه بعدما خمر لقريك كوشك بوبيتوا زور وشك بيتوا لدواء وكوات ترشايا حتى صار له صوت صلصلة إذا نقر أو هاوشك بويتوا أجر بانزي لي بدريتن دنجش لي ودردتي أو صلصالة لبردي أصل صلصال تيا تردد الصوت من الشيء اليابس واتكاتي كواشتك كدنجي بابرن بلي ليبدي دنجي تشيليو بي أو دنجا دنج بداتوا لوشتي أو شتا. قال الخازن ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم عليه السلام. طبعا إنسان يرد ما بستك آدم أصلي هم إنسان كان باب آدم عليه الصلاة والسلام ضلي أوش في قول جميع المفسرين هم مفسرين لسر متفقا أو إنسان كريدا باسكرا إنسانية كوا آدم عليه الصلاة والسلام. بله من صلصال من حمأ مسنون أو صلصالة أو قرى الشقبوتية لتسي وهاتية من حمأ مسنون. أيوة هذا الصلصال أو صلصالة أو قرى الشقبوة لا حمأ مسنون من طين أسود متغير لقريك قري شراش قوراو من طول مكثه قورايا لبن معنوتشي زور ديار حماء بريتيرة طين أسود متغير منتن قريتشي رشي بابرن قوران كارب سردات بي بوغن بوبي مسنون أي مصبوب رجيندراو من سن الماء إذا صبه مسنون لا سن الماء هذه كاتكوا آويك درجيني أي أنه مفرغ على هيئة الإنسان كوات أو قرى تفريغ كلا رجين درايتا سر هيكلي كوا هيكلي إنسانة لسر شوازي كوا هيكلي إنسانة
أو منتن متغير الرائحة يان مسنون بمعنى أودي بوغن بونكي غورابي من قولهم سننت الحجر على الحجر أي إذا حككته به كواتا كاتك وبرديك لبرديك بخشيني بيرغوتري سننت الحجر فالذي يسيل بينهما أو كوا بين أو دو برد دسورتوا يقال له سنين ويكون ذلك منتنا أو لبين أو دو بردش دسورتوا بيرغوت السنين أويش شتيشي بو آويشي بو جنا كواتب مسنون أي مصبوب يان منتن متغير الرائحة بودو شوي ليقدريتو. ابن الجوزي دليه قال ابن الأنباري لا خلاف أن الحمأ هز خلاف لسان حمأسية الطين الأسود المتغير الريح قريتشي رشي كوا بوني غوراوة. ومن ذهب إلى أن مسنون بمعنى متغير أواني كوا أوزانان بيانوا كمسنون بمعنى غوردراو دي وتا غورابي غوران كارب ساداتي ابن جرير القرطبي والسعدي. ومن ذهب إلى إلى أن المسنون بمعنى الأملس عندي يجدلين مسنون من حمأ مسنون مسنون كذا بمعنى أملس دي وتلوس وكو ابن كثير وادله ولذا قال له ابن كثير دله مقصود الآية ما بس آيات كليلة من حمأ مسنون مسنون وتأملس وتلوس طيب ما بس آيات التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارته كواتليردا تفرمي مسنون بمعنى متغير اللون وأنا نادر بمعنى أملس دي ما بستكش أوي كوا تمشى شرف وجوري آدم كعليه الصلاة والسلام أصل دروس كرنا كشي لعنصري شي باك دروس بوا. ابن عاشور دل والمسنون الذي طالت مدة مكثه مسنون أو قريك وزور مايتوا وهو اسم مفعول من فعل سنه اسم مفعولة لفعل سنواته إذا تركه مدة طويلة تشبه السنة كشتك مدة زور بزي بهشتري هندي صالق بزي بهشتري. وأحسب أن فعل سن بمعنى ترك شيئا مدة طويلة إتر هذا سنش لوي هاتيا كواشتك بزي بهشتري مدة زور ولعل تسنه بمعنى تغير من طول المدة من طول مدة بقائه كواتا دلي حتى لو آتي سورة لم يتسنه واتا بخوي يتسنه بمعنى تغير من طول مدته يتسنه قران كاري بسرداتيه لبر أوي مدش زوري بسراتي برامنا من دري باس لمعجزيك دكا كأوهم مصاري بسرداتي لم يتسنى قران كاريش بسردات يتر تسنى وتشتك كوازور بمينته البرزوري بقوري. والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى. فبس ليردا كبوشي وصفي ذكاء كوا فعلا آقادار ما عندك لسر أوي كوا صنع الله تعالى سند عجيبة إذ أخرج من هذه الحالة المهينة لو حالة مهينة كواتا أجر بوي كوا قريشي قوران كاري بساداتي وزور مايتو بو جنبوا لو حالة بيزراوي خواهي قولتي خلق كده نوعا هو سيد أنواع عالم المادة كوا بشريش اللي خلق كده كوا قوريها مخلوقات كان وفعلا رأيت دسي حتى وكما مثلا كباس مثلا وباب من آدم عليه الصلاة والسلام أصلكي لقر خواهي قولوا لو شي وازق قراش دروس كده إنسان شي بريزو وهروها فرمان بملائكة كوا سوزدي بابني سوزدي رزلناش ليبنا وإيمي نوي آدمش كوا أو خلق كراينا وكولا تسندين آماجي بيدا إيماش يعني من ماء مهين لآوشي بهيزو ياخد آوشي كوا كمهي سنية برهم إنسان شي بريزي اللي خلق كده كوا أوش بالقي لسر عظمتي أو ذاته سبحانه وتعالى. قاسميش بنو أشكالي ذاته من حمأ مسنون أي مصور مسنون يعني مصور تصوير صورة ما بيبخشية من سنة الوجه وهي صورته كواتا أي مفرغ على هيئة الإسنان أو تدرب معناه مصبوب ده وتا رجين دراو أي مفرغ على هيئة الإنسان
بوشوي دارج لسر هنا هيئة إنسان كأنه سبحانه أفرغ الحمأ وهلا درجة قول قاسمة كأنه سبحانه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف كواتا خواهي سبحانه أو حمأ أو قراوة لسر هيئتك خواهي رجاندي تسر هيئك كمثال إنسان أجوف وكو تمثالك كإنسانك بنا وروش بطالبي فيبس يتر أوا وشك بوا حتى إذا نقر صلصل وشك بوا أو هيكلا كدس اللي دابا دنجي داوتكو وشك بويتوا دنجي لودهات ثم صيره جسدا ولحما فعشان أو هيكلي خواهي قوران كاري بسر داهنا بوي كرديا لا شيكو بابنين قوشتو إيسك ونفخ فيه من روحه إنزا روحي ببردا تشيشا شنقيتي ضلي ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال أي طين يابس أو آتزور أشكرا بويكوا إنسان باب لبتايبتي آدم عليه الصلاة والسلام لصلصال خركرا كوا أو صلصال قتمانسيا طين يابس قريشي وشكبو لآتي تريش بشوايدي كباس كرا لبون من طين لازب لسورة صافات وهروها لسورة العمران دفن كمثل آدم خلقه من تراب لمن ديش دفرمي للتراب ولخول درجمة كوات لخول لقر لرزفن قريشي وشكبوا والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب راسته أو قناغاني كوا أو خوري بيداتي فريخوا يقولوا ما بازدكا فذكر طوره الأول كواتا يكم قناغ تدابوتسيا تراب فاشان قناغ دوم بويتا طين لازب فاشان خمر مايتو ترشا بويتا حماء مسنون بويتا قريشي قوران كاري بسردا هاتيو ياخد بوغن بو ثم يبس فاشان وشك بويتو فصار صلصالا كالفخار أو زبويتا صلصال كوا صلصليه كدستي ليبدي دنجيش ليوبيه أو إنسان أو آدم عليه الصلاة والسلام والجان خلقناه من قبل من نار السموم أو زار باس لا دروس كرني جندك ديار مناسبي أو آتر قالوا بيشتركوا بقاعدة ليه هاشو إخوائي قولوا باسي لخلق إنسان كرت لآدم أتبعه ذكر ما خلقه قبله من الجان لبيش آدم خلق كرا جن خلق كرا ابن عاشور دلي تمهيدا إلى بيان نشأة العداوة بين بني آدم وجند إبليس كواتلير ذا أو ذا باسي خلقة آدم كر عليه الصلاة والسلام باسي خلقة الجن ذكا أو زوا بدايتك لبو بيان كرني أو عداوتي لنيوان بني آدم لنيوان جند يكان إبليس دروز دبي أي وإبليس أبى الجن وخلق الجان والجان خلقناه من قبل من نار السموم أي وإبليس أبى الجن ديار إبليس كوا بابا قوري جن وكو آدم بابا قوري آدم زاد كان إبليس كوا باب جن كان المتواري عن الأعين الجان له لفظة كوري كوا بالزرة لبيش ساوان خلقناه من قبل آدم لبيش دروس كرني آدم بابلين جان ما خلق كرديا من النار الشديدة الحرارة لآقريتشي شديدة الحرارة كوا زور قرماتيا كي زورة من نار السموم سموم أي الريح الحارة التي تدخل مسام الإنسان سموم بو بادا قوتري باتشي هندا قرمة دستناو كونكان بيستي إنسان شنقيتي دلي وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مسام البدن لو بي قترا نار السموم بروي لا بيستو كونكان بيست دتي تناو لا شيء إنسان لشدة حرها لو زور قرمة ابن عطية دلي والسموم لكلامي عرب دا إفراط الحر حتى يقتل كواتا السموم دلي أو قرمات يزوري حتى وكوي بيدقا دي كجي من نار أو شمس أو ريح إتر أو ذا أو قرمات يزوري لا أقريق بي لا قرمات روج بي يان لا باتش قرم بي وأما إضافة نار إلى السم في هذه الآية كالير ذا باسي لنار لسموم كرديا فيحتمل أن تكون النار أنواعا
أول خود أجر كوا أجر أنواعه. ويكون السموم أمرا يختص بنوع منها كواتا أو أجر بابن زورك لزور كان أجر بيقتري السمومة لو إضافة كرا لبوهندي. وإن لم يكن هذا فيخرج هذا على قول مسجد الجامع ودار على حذف. بهر حال ضلي نوع لآجر بيقتري آجري السموم. واحدي ضلي اختلف في معنى السموم. قال ابن عباس في رواية الكلبي هي نار لا دخان لا أو آجريك ودوكالينيا وصاعقة ضلي لوي وهاتيه ونحو هذا القول وهاوشوي أو قولش وكو فرال حسن جيرايتي. وقال آخرون من نار الريح الحارة لآجريك لأن زي باشي قرنبي وكو ابن مسعود ضل. بهر حال خاي قد فمي جن من خلق كردي بتايبتي أبو الجن كإبليس لا نار السموم أو آجريك وتدخل مسام الجسم آجريكي زور قرم. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.